يا صباح الورد والفل والياسمين عليكم يا ولاد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، مبارك علينا الشهر الكريم يا رب. هتعملي ايه يا ام مالك النهارده؟ طبعا مفيش بيت مصري اصيل ما بيعملش محشي. انا عملت المحشي بس صورته معاكم كذا مرة، فقلت مش لازم يعني اصوره معاكم تاني. بس هعمل لحمة مفرومة اعصجها. جبت بصلاية حلوة كده محترمة وشوحتها، وهنزل عليها بملح وفلفل اسود وقرفة. انا ما بحبش احط حاجات كتيرة مع اللحمة المفرومة علشان ما تغيرش طعمها. هما اكتر حاجات هتظبط معاكي الطعم ملح وفلفل اسود وقرفة. حابة تضيفي بدل القرفة السبع بهارات، مفيش اي مشاكل، دي بترجع لك، بس انا ما بحبش اغير طعم اللحمة بتاعتي. انا بحب ادي البصلاية تبتدي تدبل معايا، احمر معاها الفلفل الاسود والقرفة، وبعدين ابقى احط الملح بقى في الاخر. كده عصجنا اللحمة وضفنا الملح اهو. ما بنحاولش نزود الملح كتير في الاكل. لو الملح كتير في الاكل مش هتعرفي تعالجيه، لكن لو الملح قليل هنعرف نزود سنة ملح. وكده عصاج اللحمة المفرومة خلاص معايا خلص. هنعمل ايه تاني؟ هعمل ان شاء الله شوربة بقى. شوربة هنعمل ايه؟ شوربة الدجاج بالمشروم والكريمة. بس كده، ايوه كريمة كدابة يا جماعة، مش هحط كريمة، يعني ما عنديش كريمة ومش هنجيب كريمة. كريمة دلوقتي اخدت منعطف تاريخي. جبت معلقة من السمنة البلدي ونزلت عليها ببصلاية، وبعدين هشوحهم مع بعض. كنت مقطعة عندي قطع من الفراخ او البانيه وكمان مشروم. بس تدبل البصلاية حاجة بسيطة، هنزل اشوح معاها المشروم. على فكرة الشوربة دي بيبقى طعمها حلو قوي. وبعدين ادي البصلاية هي دبلت، نزلنا بالمشروم. طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو، رجاء ما تنسيش تعملي للفيديو لايك واشتراك، وكمان تعليقاتك الحلوة الجميلة اللي زيك. وياريت تشاركي الفيديو لصحابك وحبايبك ولاخواتك، خلي قناتنا تكبر بيكو. طبعا اهو زي ما انتوا شايفين، يعني شوحنا المشروم ونزلنا عليه بالفراخ، وبعدين بقى فضيتهم في طبق. هتعملي ايه تاني يا ام مالك؟ هدي بس تحميرة للدقيق اللي معايا ده. بصوا، هي معلقة من الدقيق ومعلقة من السمنة، وممكن تضيفي يعني حاجة بسيطة من الزيت. وممكن يعني لو انتي مش عايزة تعملي كده، ممكن تدوبي بمعلقة من الدقيق في في كوباية اللبن، هتبقى سهلة عليكي خالص ومفيش اي مشاكل. يعني لو مش حابة تحطي نسبة الدهون الكتيرة، فانتي ممكن تقلليها وتبقى خفيفة اكتر لو قلبتي الدقيق مع اللبن. خلاص كده، ايوه خلاص. وهنزل عليهم مثلا بكوباية كبيرة من اللبن، قصاد منها كوباية كبيرة من المية، وهحط ملح وفلفل اسود ومكعب مرقة دجاج. بس كده. في ناس بتضيف توم. آم، دي الإضافات دي على حسب النكهة. أنا مش بحب التوم مع شوربة المشروم والدجاج. خلاص كده خلصنا. أنا هنا ضفت معلقة من اللبن النيدو. حابة تضيفيها حطيها، مش حابة خلاص من غيرها الوصفة يعني مش هتتغير قوي. وكده اكون معاكم خلصت شوربة المشروم. هتديها غلوة واحدة بس، وبعدين تفطر عليها لان هي خلاص اصلا كل المكونات معايا مستوية. هنعمل ايه تاني بقى يا ام مالك؟ يلا بقى نروح علشان نعمل معايا الفراخ. هعمل ايه؟ هعمل فراخ مشوية في الفرن. جبت بصلاية حلوة محترمة واديتها ضربة، وبعدين هحط معاها طماطماية واضربهم كويس جدا في الكبة لحد ما ينعموا. ممكن لو عندك هاند بلندر يعني تضربيه بالهاند بلندر كمان وبتبقى حلوة. مفيش مشاكل كده. ايوه فضيناهم بقى في طبق. هضيف ايه؟ هضيف ملح وفلفل اسود، كزبرة، حبهان بودر، كبيبة صيني، ايه تاني؟ قرفة يا جماعة، ومرقة دجاج. وهحط معلقة كمان من السكر. عندك زعتر ضيفي، بس هنا ما كانش عند ماما زعتر فانا ما ضفتش الزعتر. هقلبهم بقى كلهم مع بعض كويس جدا، وبعدين اجيب الفرخة بتاعتي هنزل عليها بقى. يعني هاتي الصدر بقى علشان يشرب التتبيلة. اديله بقى وزيه بقى، يعني بصي، امسكي الصدر كده وهاتي السكينة بتاعتك وانزلي فيه ضرب كده وتقطيع زي ما انت شايفة بالشكل ده كده. وبعدين
احشي الفرخة بتاعتك، ويفضل ان انتي تحشيها قبلها بيوم علشان تشرب التتبيلة. حشيتيها قبلها بيوم كان، ما حشيتيهاش مفيش مشاكل، ممكن تحشيها وتقعد ساعة أو ساعتين في الحشو. هنا برضو لو ضفتي كمان خل، أنا نسيت أقولكوا على موضوع الخل ده، ضيفوا مثلا حوالي 3 معالق من الخل. هبتدي بقى تحت الجلد يا جماعة، بصي ايديكي تسلك وتحشي علشان الفرخة كلها تشرب التتبيلة ويبقى طعمها حلو. وزي ما انتوا شايفين كده، بصوا ما بسيبش حتة فيها الا لما بدخل ليها التتبيلة. خلصنا كده، ايوه خلصت بقى معاكم. هجيب صينية، ورق فويل وورق زبدة، وهحط بقى الفرخة بتاعتي في الصينية اللي انا هسويها فيها، وبعدين هضيف كوباية مية، وهغلفها بقى بالورق الزبدة الأول وبعدين ورق الفويل، وهسيبها في الفرن. يعني مثلا دي فرخة 2 كيلو، يبقى تتحط في الفرن ساعتين، مش أقل من كده ومش أكتر من كده، أو ساعة ونص على حسب سويها يعني. بس كده بس كده يا أم مالك. أيوة تمام معاكوا قوي. طبعا اوعي تنسى اللايك يا جميل. أنا حطيت بقى في نفس الطبق مية عشان هو فيه بصل وتتبيلة تنزل عليها، وكده يبقى 100 100. طبعا اوعي تنسي اللايك بتاعك الحلو الجميل اللي زي. قلبتها خلاص بورق الزبدة وورق الفويل، هكون مشغلة الفرن واحطها بقى في الفرن تستوي بقى براحتها. وبعدين بقى هعمل ايه؟ هروح نعمل السمبوسة. انا جبت نوع السمبوسة دي او السبرينج رولز بتاع الريف، حلو جدا يا جماعة، ما بيشربش زيت خالص، ممتاز. هو مكتوب عليه سبرينج رولز. هبقى اصور لكم الكيس اما اجي اعمل مرة تانية. ما شاء الله كان حلو جدا، وما شربش معايا اي زيت، وكان جميل خالص. ده اللي هو المربع. ان شاء الله باذن الله هبقى اجرب بقى السمبوسة بتاعته. انا وريكم قبل كده منتجات الريف، فجربت منه اللي هي الجبنة اللي هي كاملة الدسم، حلوة جدا، وصورته كيس وريتهولكم. آه ودي تاني مرة استخدم فيها السبرينج رولز، حلوة قوي وجميلة، استخدموها هتعجبكم. وهجيب منه برضو السمبوسة، مفيش اي مشاكل. وممكن كمان تحشوها حلو، موز، مربى، كريمة، اي حاجة حابة تضيفيها ليه وتقليها في الزيت يبقى طعمها حلو. وبعد ما تطلع ترش عليها شوية سكر بقرفة مطحون كده، بيدي يديها طعم حلو. يبقى انتي جبتي السمبوسة وعملتيها حلو وحادق، او سبرينج رول حلو وحادق بيكون حلو قوي معايا. خلصنا كده، ايوه خلصنا. هنروح نشوف نعمل ايه كمان. بس قبل ما امشي حابه اقول لكم يا جماعه، يا ريت ما تنسونيش في اللايك بتاعكم الحلو الجميل ده. خليه يرفع القناه شويه. دي اقل حاجه منكم. جبر خاطر، جبر الخاطر ده حلو قوي. انت بتشوفي الوصفه بتعمليها، فيعني بتستفادي. انا ما بنزلش وصفاتي الا لما بكون متاكده منها 100%، وبكون جربتها وعجبت ناس كتير. فرجاء بقى ما تنسوش اللايك. بصوا بقى، ده المحشي، ادي محشي الكرنب ومحشي الورق العنب. انا بحب اغطيه دايما بحاجه اتقل عليه علشان ما يطلعش الرز بره. هنا بقى قليت السمبوسه وهقلي كمان البانيه معايا. بصوا ما بتاخدش حاجه، وكمان يعني احلى ما فيها ان هي مبتشربش زيت خالص، عجبتني خالص. تسلم ايديك يا ام حمزه على السبرينج رولز الجميل ده. ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع الجروب بتاع الواتساب بتاع ام حمزه. حقيقي ست ذوق جدا، وبتديكي الحاجه مضمونه وهي بتوصلها لك بنفسها. وطبعا كده خلاص قليت السبرينج وعملت البانيه. ما شاء الله ده كان فطارنا اول يوم. كل سنه وانتم طيبين جميعا. طبعا ما استنينيش، طبعا اكلنا السبرينج رولز بسرعه، دي اول حاجه بتتنسف على السفره. اشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين.